السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم من الوصفات الرمضانية المشهورة. رح أسوي معاكم بإذن الله معروك، أطيب معروك ممكن تذوقوه، هش وقطني وخفيف وبطريقة جدا سهلة. طبعا قسم هون أنا حاشيته بالتمر مثل ما شايفين بالصورة. في البعض يقدر يحشيه بالجوز أو جوز الهند، وعندي هون أنا عاملة كم حبة سادة. أحب طعمه سادة بدون أي إضافات، بدون إضافة التمر، برضو لذيذ طعمه. فشوفوا عجينته خفيفة جدا، قطنية وهشة وطعمه رائع. إن شاء الله يا رب تعجبكم الوصفة، وخلونا نبلش بالمقادير. أول خطوة عندي رح أضيف ربع كوب من الماء الدافئ وعليها ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة، وأغطيها وأتركها لعدة دقائق لحتى تفور معايا ونحصل على هذا الشكل. طبق أو صينية ثانية رح أنخل 2.5 كوب من الطحين وأضيف عليها السكر والملح، أخلطهم خلطة خفيفة. بعدين رح أضيف المواد السائلة. عندي أول شي المقدار اللي خمرناه رح أضيفه أول شي. بعدين رح أضيف ربع كوب من الزبادي. بعدين رح أضيف بيضة، أضيف عليها شوية فانيليا مشان ريحة البيض. وبعدين رح أضيف ربع كوب من الزيت. طبعا عندي الزبادي والبيض ضروري يكون درجة حرارة الغرفة مطلعي قبل فترة. وبعدين بعد ما ضفنا هذه المواد رح أضيف عليهم ربع كوب من الماء الدافئ وأبدأ بعجن المقادير. رح تلاحظوا أثناء العجن إنه العجينة تلزق معايا، وهذا قوام العجينة لا تخافوا. طبعا إحنا ضفنا 2.5 كوب من الطحين، باقي عندي شيء تقريبا ربع كوب رح أضيفه أثناء العجن، ونشوف العجينة كم تحتاج معايا، لأنه الزبادي بزيت أو الأكواب من عجينة لعجينة تختلف. فإحنا رح نعجن، إذا حسينا العجينة طرية رح نضيف رشة من الطحين لحتى تلم معايا العجينة تماما وأحصل على عجينة طرية بالنهاية. رح أحطها بطبق مدهون بالزيت، أدهن أطرافها أو الوجه بالزيت، ورح أغطيها وأتركها من نص ساعة إلى 3/4 ساعة لحتى يتضاعف حجمها. وهون بعد ما اختمرت معايا وتضاعف حجمها، شوفوا ما شاء الله العجينة. رح نبدأ بتشكيل حبات المعروك. طبعا رح أخذ قسم أو قطعة حجمها وسط يعني من العجينة، ورح أبدأ بفردة. رح نشوف أفردها بشكل طولي، أحاول على شكل تقريبا كشكل مستطيل. طبعا تحبون أي نوع تحبوه، بس هاي الطريقة المألوفة أو المعروفة يعني بالمعروك. بالنسبة للتمر بعد ما شلت منه العجوة ضفت عليه ملعقة زيت ورشة قرفة ودخلته شوي الميكروويف، بعدين دعكته بإيدي لحتى صار معايا ناعم. شوفوا هون طريقة التشكيل. بعد ما حشينا حبات التمر وسكرنا عليها كويس، نبرمها بإيدنا شوي، بعدين نعملها على شكل حلقة، وبعدين نحاول بالسكين نعمل فتحات بالأطراف لنحصل على شكل المعروك المعروف يعني. وفي طرق ثانية رح أسوي معاكم طريقة ثانية للمعروك، فتحبوا أنتوا حسب تحبوا شكله بالأشكال يعني، أو تحبوا تعملوه سادة، أي نوع حابين أو أي شكل حابين تسووه. رح أسوي معكم هذا الشكل بنفس الطريقة. رح نفرد الحبة على شكل تقريبا مستطيل بشكل طولي شوي، نعمل على جنب بيها فتحات ونحط حبة التمر ونلفها مثل الرول. شوفوا نسكر الأطراف كويس ونحصل على هذا الشكل الثاني. هون عندي العجينة خلصنا كل الكمية. عندي حبات سويناها سادة، رح نغطيها ونتركها تقريبا من ربع إلى 20 دقيقة لحتى ترتاح ويضاعف حجمها. شوفوا هون بعد ما ارتاحت، طبعا عندي الفرن ساخن على حرارة عالية. رح أدهنها بالخليط البيض مع شوية خل أضيف على البيض، وراح أرشها بسمسم أو الحبة سوداء. تحبوا الحبات السادة تضيفون على وجهها جوز الهند أو مكسرات، وندخل الفرن من تحت، بعدين نحمرها من فوق. وهذا ما شاء الله شكل المعروك جدا 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 لذيذ، هش وخفيف بجد ما شاء الله. ريحته بالبيت كفاية. أتمنى إن شاء الله يا رب وصفة اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا تنسوني من لايكاتكم، وإذا أول مرة تشوفوا الفيديو أو تشوفوا قناتي أتمنى ما تبخلوا علي وتشتركوا بالقناة وتدعموني، وانتظروني بوصفات قادمة.